الذي حصل أن الخوارج حاربوا عقودا من السنين وقدموا آلاف الضحايا، وكانوا آية من آيات الله في الإخلاص والصدق والشجاعة. كانوا قوامي الليل أيها الإخوة، صوامي النهار، شديدي اللهج بذكر الله، شديدي الورع، لكن ورع الجهلة، ورع القاصرين. وقسمهم الأكبر أو من كبار خصوم الإمام علي عليه السلام هو الذي شهد لهم وفيهم، قال: ليس من طلب الحق فأخطأ، هو يعلم أنهم أرادوا الحق، إخلاص موجود، نية حسنة موجودة، وعي مفقود، عقول قاصرة، نطاق ضيق جدا يتحرك فيه التفكير الهزيل، التفكير الملتاف كما وصفته في أول خطبة. ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل، يعني معاوية وحزبه، فأصاب. فرق كبير قال. لذلك في تقويم الإمام علي هؤلاء أحسن من معاوية وحزبه، لأنهم كانوا على الأقل يريدون الحق فأخطأوه. لكن هذا الإخلاص أيها الإخوة لم يجدهم فتيلا. ولا أحسب أن إنسانا، لا أقول فقيها، لسنا في مقام الفقه والتفقه، لا أحسب أن إنسانا يحترم عقله يعتبر أن ميت الخوارج شهيد، أو أن موتهم كان في سبيل الله. إن موتهم وبكلمة واحدة كان جريمة. كل خارجي يموت موته جريمة، ليس شهادة. وينبغي أن يفهم هذا وأن يفهمه كل من يصدر عن نزعات خارجية أيضا، ويعامل هذه الأمة المرحومة أمة محمد أيها الإخوة، التي قال فيها مؤسسها ومخرجها بإذن ربه للناس: خير أمة للناس، خير الناس للناس. ليسوا فقط خيرا في أنفسهم، خيريتهم لأنها خيرية عطاء وإنجاز، خيرية إيجابية. هكذا قال المفسرون حتى من الصحابة: كنتم خير ناس للناس، أنتم خير الناس للناس، خير أمة أخرجت للناس. ليست اللام هذه فقط لتعدية الفعل أيها الإخوة أبدا، إنما لهذا المعنى الذي أوضحه هؤلاء الأسلاف الصالحون. قال فيها: مخرجها بإذن ربه للناس، من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فما بالنا أيها الإخوة نرى إخواننا يستقبلون والله قبلتنا ويحجونها ويعتمرونها ويصلون صلاتنا ويأكلون ذبيحتنا، ثم نستحل دماءهم، أو يستحل بعض هذه الأمة دماء بعض. ما الذي حصل؟ هذه حكاية طويلة لا أستطيع اليوم أن أفصل فيها ولا حتى أن أدخل فيها، تحتاج إلى مقام آخر أيها الإخوة. الخوارج كانوا هكذا، يستحلون دماء هذه الأمة المرحومة، يتقربون بذلكم إلى الله، حتى تأدى بهم الحال أيها الإخوة إلى استحلال دماء الأجنة في بطون أمهاتهم. الأجنة المسلمين ذبحوهم كما فعل الصرب في أجنة البوسنويات. شيء عجيب، شيء لا يفهم، لا يمكن أن يتماسك في ذهن محترم. لذلك موتهم لا بد أن نفهم هذا وأن نفهمه من يحتاج إلى تفهيمه. جريمة لا شهادة، كلمة واحدة لا تردد فيها. موتهم جريمة، جريمة في حق أنفسهم وجريمة في حق الآخر المسلم. الآخر هو المسلم، لكنه آخر في النظر، آخر في المذهب، آخر في الحزب، آخر في طريقة الفهم. ما ذنبه؟ ما حيلته؟ إن الله لم يخلق البشر متساويين في طرائق نظرهم أيها الإخوة، في زوايا نظرهم مختلفون، ولذلك خلقهم تبارك وتعالى. هكذا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى.